يا مرحبا يا شباب، يا اهلا وسهلا بكم. انا فهد القاضي وهذه قناتي على يوتيوب وهذه منصتي على صفحه فيسبوك. باختصار بإيجاز بتكلم عن موضوع حمله قلبنا على اعلامنا او قلبنا على اعلامنا. الحمله هذه يا شباب قامت على اسس معينه، ومنها الاشخاص الذين يصعدون على منصات الاعلام او منصات المهرجانات والحفلات وما الى ذلك، او يصعدون على منصات التدريب ويقولون احنا معلقين صوتيين، احنا مذيعين، احنا اعلاميون، احنا فنانون او فنانين. بكل ثقة وبكل يعني وقاحة يطلع يدرب هذا التخصص. يا أخي أنت لا صوت ولا خبرة ولا معلومة، كيف تصعد على منصة تقول أنا مدرب؟ خليني أحكي لكم بالتفصيل وتعالوا نمشي خطوة بخطوة. أولا، هناك مجموعة من شباب يطلعوا يقولوا أنا إعلامي، أنا مذيع، أنا طيب هل سؤال هنا، هل مارست هذه المهنة؟ أنا خريج جامعة، لا، هذا لا يشفع لك يا صديقي، لن تشفع لك إلا الخبرة. هل اشتغلت في إذاعة؟ مارست المهنة هذه؟ أيوة أقول لك أنت إعلامي. لكن خريج جامعة صنعاء؟ لا، مش إعلامي. عندك شهادة أنك درست هذا المجال، تلقيت المعلومة، لم تمارس هذه المهنة. خلونا من هذا الجانب، ننقل الجانب الثاني. الكارثة العظمى إنه شباب لا زالوا ما دون الثانوية العامة ويطلع يقول لك أنا معلق صوتي أو مذيع. طيب مشيناها، عندك موهبة يا حبيبي، حلو جدا، عندك موهبة يا صديقي، حلو جدا، طورها، أصقلها. لكن تطلع تقول أنا معلق صوتي أو أنا مذيع أو أنا فنان وما عندك خبرة ولم تعمل في هذا المجال، ولم يكن لك سيفي في هذا المجال، ولم يكن لك بالمختصر المفيد عمر مهني في هذا المجال. طبعا هذا القصة مشيناها. القصة اللي خلتنا قمنا بهذه الحملة يا شباب، وباختصار بعض الأشخاص يا شباب يصعد على منصات التدريب ويدرب هذا المجال، يدرب التعليق الصوتي، يدرب الإلقاء، يدرب الإنشاد، يدرب الغناء. وهو أساسا ما مارس هذه المهنة، هو أساسا ما اشتغل في هذه المهنة، هو أساسا ما عنده معلومات كافية، هو أساسا لم يلتحق بأي إذاعة أو قناة تلفزيونية أو منصة إنتاج إعلامي. تخيل معي ذلك، أنك ما دون الثانوية العامة عندك الثقة في النفس، عندك الثقة في النفس، وعندك شوية معلومات قرأتها من جوجل أو من يوتيوب، وطلعت بكل وقاحة تقول أنا مدرب. طيب مدرب على أي أساس؟ من جوجل أو من يوتيوب أخذت لك شوية معلومات وقرأتها وتطلع تكلم الناس أنك معلق صوتي وتكذب على الناس. والكارثة مش هنا يا شباب، صح أن هذا خطأ بحد ذاته، لكن الكارثة مراكز التدريب التي تقول لهؤلاء العينات تعالوا دربوا عندي، أفتح لكم أبوابي، وتروج لهم بدون أي خجل. وكانوا طبقوا كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون، فن اللامبالاة، خلاص تعال درب عندي وطز بالباقيين، مع احترامي لللفظ يا شباب. فهمتوا كيف؟ المراكز هذه تدريب على أي أساس تقول لهذا الشخص تعال، وهو أولا ليس معروف في الساحة الفنية أو الإعلامية. أنت عارف إنه ما عنده أي خبرات، أنت عارف إنه ما عنده عمر مهني، وحاجة صعبة يدربها، مش أي حاجة صعبة يدربها. أنت يا مركز التدريب كان يفترض بأن تسأل هذا الشخص هل عندك عمر مهني يتجاوز 5 سنوات حتى تجرؤ على التدرب أو على التدريب، على أنك تصعد على منصة تدريب وتدرب الآخرين. ما عندك أي عمر مهني، خاص الله معك، عفوا. وأنت يا صديقي المدعي بأنك مدرب، رفقا بنفسك. هناك مدربون ومدربين، هناك مدربين عدة جدا يا كثرهم، ومعلقين صوتيين وفنانين يمتلكون الخبرات، مع ذلك لم يصعدوا ولم يجرؤوا أنهم يقدموا معلومة، لأنهم يشعروا بأنهم لم تستوفيهم الخبرات حتى أنهم يقدموا معلومة لشخص معين. وأنت بكل وقاحة تطلع وتتكلم. إيش الثقة هذه؟ الله يرزقنا الثقة هذه يا شباب، الله يرزقنا الثقة في النفس هذه اللي تجعلني أطلع أدرب في شيء ما عندي فيه خبرة. فيا شباب أتمنى أنه نتساعد ونكون يد واحدة
وهذه رسالة لكل الإعلاميين الأحرار، تفاعلوا مع حملة قلبنا على إعلامنا، هذا الهاشتاج، ودفاعا عن مهنتنا، دفاعا عن إعلامنا، دفاعا عن مهنتنا ومصدر أكلنا. يعني في كثير، يعني إحنا ندرس ونتعلم ونشتغل في هذه الإذاعة وهذه القناة التلفزيونية وهذه المنصة الإنتاجية عشان نكسب. يعني كنا نشتغل مجان يا شباب، كنا نشتغل مجان مع إذاعات وقنوات فضائية عشان إحنا بس نكسب الخبرة. بعدين نقول لهم إحنا معلقين صوتين ولا إحنا مذيعين، ويقولون حياكم الله عندنا خبرات وعندنا أعمال، لكن تصعد يعني ما عندك أعمال، ما عندك. والكارثة يا شباب إنه إحنا فعلنا الحملة هذه، وبعض الأشخاص اللي إحنا قاصدينهم بعينهم تفاعلوا مع الحملة. هذا اللي قهرنا يا أخي. مش كذا بس، يروحوا يقولوا لبعض الإعلاميين والزملاء إحنا ونحن من قمنا بهذه الحملة، وقعها إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. وردي لمراكز التدريب اللي يقول لك هذا عنده أسلوب وعنده ثقة في النفس وعنده قدرة أنه يتحدث أفضل من الشخص اللي معه 50 سنة خبرة وعمر مهني وما يستطيع. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، الشخص اللي عنده خبرة يتحدث من عصارة خبرته، والشخص اللي ما عنده خبرة يتحدث عن كما يقاله الآخرون وكما قاله الآخرون فقط. بس ختام هذه الحلقة يا شباب، أراكم في فيديو ثاني، وأتمنى مشاركة هذا الفيديو، وأتمنى التفاعل مع هذه الحملة، وأراكم في فيديو ثاني، وفي أمان الله.